قلت وأنا لا زلت أؤكد، مش عايزين نطول على الناس. سيدنا يوسف اتكلم في قضايا عقدية لو قعدنا نتكلم فيها نتكلم 4 ساعات ومش هنخلصها برضه في 4 دقايق، ما يكملوش 4 دقايق. انت لو قريت الآيات كلها تقراها في دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. أيوه، ما قعدهمش بقى لهم صلوا على النبي واقعدوا بقى نشرب شاي مع بعض الاول ونحكي لكم بقى الحكايه من اولها لاخرها. انا بقى كنت مش عارف فين ورحت فين، وابويا كان نبي واخواتي عملوا فيا كذا وكذا وانا عانيت والله، ويطبطبوا بقى عليه. وانت ده انت اسيت يا يوسف عليك السلام، ده انت اللي شفته محدش شافه يا راجل، ده انت بطل لو لسه عايش ومستحمل ده كله، يا نهار ابيض، ده انت اسد يا راجل، ده انت. لا، مش قضيته الحكايه دي. زي ما بنشوف يعني، ما بنشوف بعض الاخوه او الاخوات في محاضرات او غيره، بنشوف كده. ده مش قضيتنا دي خالص. فانت ممكن توجز. انا بتكلم على ان ما نطولش، ما نحبس دم الناس ونفور دم الناس، بالراحه على الناس، واحده واحده على الناس. ده جزء من كلام سيدنا يوسف عليه السلام. مش عايزين ننسى انه كان بيتكلم الكلام ده جوه السجن، يعني حد مكانه بقى وجاله حد يسمعه. الوقت بقى طويل، احنا كده كده ما وراناش حاجه، انتوا لا خارجين ولا وراكم مشوار ولا وراكم عيال تودوهم مدرسه ولا وراكم الارض تتزرع ولا وراكم المصنع. طب وراكم احنا قاعدين مع بعض، نقعد بقى نرحرح في القعده كده ونطول في الكلام. شوف الفرق. يعني اللي كان بيتكلم مع ناس في السجن وما وراهمش حاجه غير السجن، وهم محتاجين اساسا اللي يتكلم معاهم كتير، اهو نضيع وقت، ما احنا هنروح فين يعني، ورانا حاجه نعملها، ما طولش عليهم. ما بالك بقى باللي بيتكلم مع ناس وراهم مدارس ودروس وعيال وزوجه ومرض وانفلونزا والى اخره. يأثر ده ولا يطول بقى؟ يأثر. الناس هتقول انا متحامل على الدعاة وبعمل هاجم التطويل وبتاع. والله ما هو تحامل، والله انا لا في بالي حد بعينه ولا اخص حد بعينه ولا اي حاجه. انا والله بتكلم عن الاسلوب القويم في الدعوه زي ما هو قدامي، وزي ما اتعلمت، وزي كذا وزي ما القرآن علمنا اهوت. ما احنا مع قصة واقعية اهوت. تعالى كده اقرأ القرآن مع قصة أي نبي من الأنبياء اللي هو يعني أرسله الله عز وجل ليخرج الناس من ظلمات إلى نور. سيدنا يوسف، سيدنا يونس، سيدنا لوط، سيدنا هود، سيدنا شعيب، آسف، سيدنا صالح. كل دول اقرأ كده قصة كل نبي في القرآن وكان بيتكلم مع القوم بتوعه ازاي. هتلاقيها جمل. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جمل. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. جمل. سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون اللي شوف الكفر كان فين والى اخره، برضه جمل واستدلالات رائعه. والى سيدنا ابراهيم في حواره مع الجماعه اللي بيعبدوا اصنام وكسر الاصنام، وانت فعلت هذا بقى. جمل. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي. جمل مع ناس كفرة لكنها جمل مفيدة، جمل كده يعني. بس قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بس قول لهم كده وسيبهم النهاردة. تعوش تحرق في دمك تعصب ومتخلق على الناس، لا، قول لهم بس كده وسيبهم النهاردة زي ما عمل سيدنا إبراهيم عليه السلام. فكرهم مع نفسهم. الله. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أف لكم. خلاص، طالما أنتم عارفين إن أنتم هم بتعبدوا علم ما بينطقوش، يبقى أنتم اللي نطقتم اهو، يبقى أنتم على كفر وعلى ضلال اهوت. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. يبقى هنا منهج الأنبياء في الدعوة هو المنهج الأسمى، المنهج المثالي، المنهج الرائع، المنهج الذي يجب أن يتبع وأن يكون هو المنهج لكل إخواننا وكل أخواتنا في حقل الدعوة إلى الله عز وجل. حضرتك بقى أخت الداعية وأخي الداعية، مهما كنت في كرب فلن يكون كربك ككرب يوسف عليه السلام. ومع أنه في هذا الكرب إلا أنه كان داعية في قلب المحنة، في قلب المشكلة داعية.
يعني ممكن تبقى أختي مريضة، ربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين، وراقدة على سرير في مستشفى، وتجمع أخواتها حواليها تتكلم عن الصبر، تتكلم عن إن ربنا عز وجل بيكفر الخطايا عن المريض، تتكلم عن الابتلاء وعن جزاء الصابرين في الآخرة، ونماذج من الصحابة ونماذج من السلف الصالح أوذوا فصبروا فأعزهم الله عز وجل في حياتهم وأكرمهم في آخرتهم. والقرآن ماذا قال في الصبر والمرض، والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الصبر وماذا قال في المرض والابتلاء. محنة تكون منها المنحة عند الله عز وجل. شوفي، تبقى أنت ثواب في مكان أي نعم هو فيه ضيق وفيه ضجر ومرض، ولكن ممكن أنت تخلقي من هذا المكان ومن هذا الجو دعوة إلى الله عز وجل، جو دعوي، وتكسبي ثواب، وتكسبي ثواب في غيرك من أخواتك وصديقاتك وكده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أختي اللي قاعدة في البيت وربنا يديها الصحة وبصحتها، ولكنها في ضيق، أي ضيق، تخرج من هذا الضيق بدعوة إلى الله، ولو بالتليفون، بس بدل ما تتكلم في التليفون مع أخواتها في الغيبة والنميمة وكذا وكذا وكذا، تتكلم مع أخواتها في مسألة فقهية، في مسألة دعوية، في قضية من قضايا الحياة النهاردة من وجهة نظر الشرع نتصرف فيها ازاي، تطمن على مريض. والله ده كله دعوة إلى الله عز وجل. وأنا قلت قبل كده الدعوة الصامتة لا ثواب عند الله عز وجل. الدعوة يعني في دعوة بالسكوت، لكنها بالسلوك، بلبسك، بحشمتك، بأدبك، بأخلاقك، دي كلها دعوة إلى الله عز وجل، لأنك أكيد هيقتدي بك حد، وهيتأسى بك حد، وهيتعلم منك حد، وهيقلدك حد. فكل اللي قلدك أو اتأسى بيكي أو اقتدى بيكي أنت بتاخدي